بيشتغلوك في شحن الفريون 3 علامات تفرق بين النصاب والخبير. الصيف دخل والتكييف مطلع عينك، أول كلمة بتسمعها من الفني: الجهاز محتاج شحن فريون يا باشا. بس استنى، قبل ما تفتح جيبك ركز معايا في الفيديو ده عشان محدش يشتغلك. أول علامة: الفريون عمره ما يخلص لوحده، التكييف دايرة مقفولة، لو الفريون ناقص يبقى فيه تسريب، لو الفني شحن ومشي من غير ما يلحم التسريب يبقى بيبيع لك الهوا، والفلوس اللي دفعتها هتطير في أسبوع. العلامة التانية: خدعة الكوندنسر، الوحدة الخارجية لو اتسد التراب التكييف هيخنق ويفصل تبريد، الفني يغسلها بمية ويقولك شحنت فريون، بس خلي بالك اوعى تطبق الفنزات، لو استخدمت مية ضغطها عالي وطبقت زعانف الألمنيوم دي انت كده خنقت التكييف ودمرت الكمبرسور. النظافة لازم تكون بحنية. الخدعة الكبيرة: ممكن تكييفك يكون محتاج غسيل فلاتر بس، التراب لما بيقفل الفلتر التكييف ما بيبردش، الفني يجي يقولك شحن وهو كل اللي عمله انه نظف الفلاتر واخد منك تمن الشحنة. بص على المواسير، لو لقيت تلج متكون على المحبس الصغير ماسورة الطرد ده فعلا نقص فريون، لكن لو التلج على المحبس الكبير ماسورة السحب ده غالبا سدد أو وساخة مش نقص شحن. ركز في الفرق. الصنايعي الشاطر هو اللي يحافظ على مالك قبل ما يحافظ على صنعته. لو عاوز تعرف ازاي تكشف اعطال الكارتة بنفسك وتوفر آلاف الجنيهات تابعنا في الفيديوهات الجاية. العلم أمانة واحنا بنقول لك الخلاصة.